أيعجز أحدكم، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكسب 1000 حسنة؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فليقل 100 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قولوها يا جماعة. تدرون ايش معنى سبحان الله؟ هي تنزيه لله، يعني ما أجملك يا الله، ما أعظمك يا الله. حنا لو شفنا شيء حلو شو نقول؟ سبحان الله. حلو صح؟ الله يستحق التنزيه. فإذا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله تقولها كم مرة؟ يخبرك عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا قالها مجرد 10 مرات صارت له 1000 حسنة. 1000 حسنة. كم تأخذ؟ خلنا نعدها، يلا عدوا معي. سبحان الله 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 سبحان الله. كم؟ نص دقيقة؟ أقل. يعني لو أردت أن تذكر الله 100 مرة سبحان الله سبحان الله، ستجد أن الله جل وعلا أعطاك الشيء الكبير. الذاكر لله يجد نفسه في بركة. ولذلك اسمعوا هذا القول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللي يروح عن ذكري ترى فيه ضنك. ونحشره يوم القيامة أعمى. وش معنى هالكلام؟ اللي يذكرني سيكون في سعادة، في هناء. أختم ب3 دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. الأول لقى مكان في الجلسة، الحلقة، حلقة الذكر، وحشر نفسه وجلس. الثاني جلس وراهم في الصف اللي وراء. الثالث طلع من المسجد. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الذكر قال: أما الأول اقترب من الله فاقترب الله منه، وأما الثاني اللي جلس ورانا استحى من الله فاستحى الله منه، وأما الثالث الذي خرج من المسجد أعرض عن الله فأعرض الله عنه. الله يعرض عنك إذا أعرضت عن ذكره، لا تعرض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اذكروا الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر. ترى أكبر هنا يعني أكبر من كل هم عندك ومن كل دنيا أنت تشعر بأنها كبيرة عليك، لكن ذكر الله أعظم في الميزان وأثقل، ويكفي ذلكم بركة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في بركة أخرى. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.